السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش غادي تعرفوا او لا تميزوا بين الزيت المغشوشه والزيت الاصليه زيت الزيتون. فالموسم ديالها هو هذا هو الشهر ديال تبارك الله. بزاف ديال الناس كيطحنوا، بزاف ديال الناس عندهم الاراضي، ولكن بزاف ديال الناس ما عندهمش الزيت، كيضطروا انهم يشريوها غير بليطرو، ما عندهمش الوقت باش ياخذوا الزيتون، ما عندهمش الوقت باش يطحنوها على يدهم، ولكن كيقولوا ما فيها باس ناخذوا. فبزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يميزوا بين الاصليه وماشي الاصليه. واليوم ان شاء الله نشارك معكم كيفاش اولا بزاف ديال الطرق باش تعرفوا الزيت الاصليه واللي ما مغشوشاش. تبعوا الفيديو من الاول للاخر باش تستافدوا اكثر ان شاء الله، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك ديالكم واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. فاول تجربه نشاركها معكم واللي هي معروفه عند بزاف واللي هي كالتالي. هاد الطريقه معروفه بزاف ورايجه بزاف عند الناس اللي كيمشيو ياخذوا. فاول حاجه كانت نجيبوا الزيت. عندي هنا جوج قريعات، كل وحده خديتها من بلاصه، يعني كل وحده ومنين خديناها. عندي هاد لتر ونص الاول كما كتشوفوا، كنحطوها فوق البين ديال التليفون او الاشعه اللي تكون كثيره. فكما كتشوفوا الزيت ديالي ما اخترقتش الجهه الفوقانيه ديال الاترو، ولا تقدروا ديروها في كاس. فنديروا التجربه الثانيه واللي هي الاترو الثاني، اللي حتى هي درنا نفس التجربه وما اخترقتش ديك الاشعه ديال الضوء. هاد الزيت هادي لو كان اخترقت الاشعه ديال الضوء، يعني الزيت تاع الفوق بانت صفرة ما بانش خضراء، فهذه مغشوشه. ولكن دابا لحد الان الحمد لله هاد الزيت ماشي مغشوشه، يعني كتبقى ديك الضوء ديالها غير لتحت ماشي الفوق. فهذه هي الطريقه الاولى اللي معتمده عند بزاف ديال الناس. بصراحه راه هاد الطريقه زوينه وفعاله، وبزاف ديال الناس مجربينها وعلى ضمانتهم. وصراحه هذه سنين وحنا كنجربوها، وفعلا يعني كنجيبوا الزيت الاصليه والزيت المغشوشه وكان نديروا التفرقه بيناتهم، فكيبان لنا النتيجه. وكاين بزاف ديال الطرق من بينها الريحه ديالها، التذوق ديالها، وطريقه ديال الكبه ديالها، بزاف ديال الطرق. فعرفنا الطريقه الاولى كما قلت لكم اللي هي طريقه يعني كنقولوا تي بي او لا طريقه تجريبيه كنجربوها بيدينا. والطريقه الثانيه صراحه اللي كيعرفوها الناس القدامين، وهي الكبه ديال الزيت. الكبه ديال الزيت كيفاش كتكون الزيت خاتره، انت كتكبيها وانت كتحسي بالريحه ديال الزيت. كما كتشوفوا هنا الزيت ملي كنكبوها كنحس بها خاتره وثقيله، فهذه من العلامات ديال انها كتكون الزيت ماشي مغشوشه اصليه. وكتكون ملي كتكبيها كتخلي واحد طابع، يعني مثلا كبيتي الزيت كتبقى بلاصتها ملي كتحيد، يعني كتبقى ما كتجيش جاريه، كتكون خاتره الزيت. والطريقه الثانيه في الريحه ديالها، ملي كتكبوا الزيت كتشموا ريحه الزيتون، ما كتشموش ريحه اخرى. والطريقه الرابعه اللي هي في المذاق ديالها، كتحسوا بالريحه ديال الزيت، ما هي مره ما هي حلوه عادي المذاق ديالها، وما كتحسوش بالمروريه. الا حسيتوا بالمروريه فكتكون مغشوشه، كتكون ديال الكينه. وكذلك بزاف ديال الناس كيديروا بزاف ديال الطرق، وبزاف ديال الناس ممكن يديروا تجربه اخرى واللي هي ممكن انك تحطي زلافه ديال الزيت بكميه قليله وتحطيها في الكونجيلاتور واحد المده. الا جمدت بزاف ولات يعني بحال كريم راها مغشوشه، ولا ما جمداتش فراها كتكون اصليه وحقيقيه. واللي بغيت نقول لكم الناس اللي باغيين يمشيو ياخذوا الزيت او لا يتقداوها، فخذوا وديروا الحيطه والحذر، لان بعض المرات كتكون مثلا غير هاد القرعه هذه كيكون نفسها هذه المغشوشه، كتكون نفس هاد القرعه هذه في اللون الخضر في الريحه. والناس يعني كيتقلبوا في هاد المساله هذه، علاش؟ لان كيكونوا دايرين الكينه، كيكونوا مخلطين الزيت وكيديروا الكينه، فكتولي الزيت خاتره، كتولي الريحه ديال الزيتون، وكتولي كذلك يعني اللون ديالها خضر. فما كناخذوش اللون كمعيار باش نشوفوا واش اصليه ولا لا. فكونوا حذرين في هذه المساله هذه، ومن الافضل ديروا هاد التجارب اللي قلت لكم. واللي عنده شي تجربه اخرى كي يحدد بها او لا باش كيعرف الزيت الحقيقيه ولا المغشوشه، فما فيها باس، وفي سبيل الله يشاركها مع ناس اخرين في التعاليق ويكتبها في التعاليق باش الناس حتى هما يستافدوا معاهم. وانا قلت لكم بزاف ديال الحوايج باش كناخذوا كمعيار ان الزيت حقيقيه وماشي مغشوشه. وهاد التجارب صراحه كنجربوهم حنا من سنين، لان كنبغيو ناخذوا الزيت اصليه وكنبغيو نستافدوا بها. فاذا كانت مغشوشه فراها كتضر الانسان، سورتو انها اذا كانت ديال الكينه صعيب لانها كدير مضاعفات خطيره، وصعيب تدخلي ديك الزيت للجسم ديالك لانها كتكون عندها مضاعفات كما قلت لكم خطيره بزاف. بلاص ما تعطيكي افاده، تعطيكي اضرار للصحه ديالك والصحه ديال وليداتك.
فكنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون فاتكم ولو بالقليل. ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.